انا جاي اكلمك النهارده عن موضوع مهم جدا، عايز اتكلم فيه من سنين. بقول لكل مربي اسمع الكلمتين دول. لما تيجي تربي ابنك في طريقتين. الطريقه الاولى ان انت تربيه بالامر، ان انت تقول له الامر وما تفهموش ايه المغزى وايه النتيجه من ورا الامر ده او من ورا النهي ده. والطريقه التانيه ان انت تعلمه وتفهمه وتقنعه وتحط في قلبه وعقله الإيمان والاقتناع بالأوامر اللي انت بتأمرها بيه والنواهي ان انت بتنهيها عنه. لو هو بيعمل الأمر أو بينتهي عن النهي علشانك انت بس أو خايف منك، ده معناه ان انت لازم تكون موجود علشان يعمل الأمر ده أو ينتهي عن النهي ده. طب لو انت مش موجود، طب انت لو غايب، طب لو انت كبرت، هل هو هيكمل في الطريق اللي انت رسمته له؟ طبعا لا. هيحس ان هو كان في قيود عليه من الامر اللي انت كنت بتأمره بيه، والقيود دي خلاص اتفكت. فهيعمل ايه؟ هيحاول ان هو ينطلق، يعمل كل الحاجات اللي انت نهيتها عنه وما يعملش كل الحاجات اللي انت امرته بيها. لكن لو انت اقنعته، لو اقنعته وفهمته وخليت في قلبه الايمان والاقتناع بالامر ده، بعد كده في غيابك، في وجودك في اي مكان تحت اي مسمى، هيعمل الامر ده وهو مقتنع بيه وهو بيحبه. وحتى لو طلب منه ان هو ما يعملوش او طلب منه ان يعمل النهي اللي انت عمره ما هيعمله. لو زرعت في قلب ابنك وعقله ان انت ليه بتصلي، وان ربنا ليه فرض علينا الصلاة وامتى فرض علينا الصلاة، وزرعت في قلبه وليه يذاكر وليه يتثقف وليه يبني نفسه وليه يبقى عنده علم، وزرعت في قلب بنتك ليه تتحجب وليه ما يبقاش فيه اختلاط، وعرفتهم ايه الاسباب من ورا ده، وعرفتهم ان ربنا عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم امرونا بكده لمصلحتنا وان هم يبعدوا عننا الضرر، هيفضل طول عمره ابنك او بنتك حابين يعملوا الامر ده، مستمرين فيه طول حياتهم. حتى بعد موتك او بعد غيابك هيفضلوا يعملوا الامر ده اللي هم اقتنعوا بيه وشربوه وحبوه، وينتهوا عن النواهي اللي هم خلاص اشمأزوا منها ونفروا منها. كتير جدا بيبقى فيه مشاكل بين اب وابنه او اب وبنته بعد ما يغيب عنهم، او بعد ما هم يروحوا في مكان هو مش شايفهم فيه، بيعملوا كل الحاجات اللي هو نهاها عنهم وما بيعملوش اي حاجة من اللي هو امرهم بيه، لانه هو امرهم انه يعملوا الحاجة دي بدون اي فهم، ما عرفهمش ليه ما يعملوهاش او ليه يعملوا الامر ده او ليه ينتهوا عن النهي ده. ابنك بيحس ان هو كان في سجن وخلاص طلع من السجن ده، فعلشان كده ما تقيدش ابنك بالاوامر اللي انت بتأمرها بيه بدون ما تفهمه انت ليه بتعمل كده، بدون ما تقنعه، بدون ما تخلي قلبه وعقله مليان بالإيمان بالله عز وجل ومليان بالتعاليم الصحيحة والتربية الصحيحة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والقدوة بتاعتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في كل أمور حياتنا. فهمهم واقعد معاهم ودردش معاهم وناقشهم واسمع منهم وفهمهم هم ليه بيعملوا كده. هيفضل الأمر ده في عقولهم وقلوبهم طول حياتهم وعمرهم ما هيتخلوا عنه. شكرا.